السلام عليكم لكل المتابعين، مرحبا بكم في القناة. معكم زينة من قناة عالم زينة. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وانتم تشاهدوا في الفيديو. طولت عليكم شويه الغيبه، لكن هذه المره جيتكم بفيديوهات قصيره متنوعه. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نديروا تحضيرات الثوم اللي نحتاجوها بزاف في رمضان. نحتاجوها للشربات ولا لي غراتان، ولا تستعملوها في كل الطياب ديالكم. كما راكم تشوفوا هنايا عندي كاس ثوم، درت معاه نص كاس زيت وكاس قزبر ومعدنوس، درتهم في لاشوار ديالي ورحيتهم. يعني طريقه بزاف سهله، ما كاش اسهل منها. ترحيه مليح مليح، ومن بعد ما ترحيه ضيفي له مغرف ملح. هكذا هنايا نحاول نهبط هذوك الجوانب ديالو، الجوانب اللي يطلعوش ما يترحاوش مليح. دونك نعاود نهبطهم ونكمل نضيف الزيت اللي بقى لي. كون درت نصف الكميه في الاول ويبقى لي نص الكميه، نكمل هذوكا. اللي عندها زيت زيتون طوميو ديال زيت زيتون احسن. ومن بعد ما كملتو ناخذ هذاك البوكال اللي حندخلو الفريجيدير. كنت غسلته غليته في الماء، عقمته، خليته ينشف مليح، ومن بعد بديت نفرغ فيه هاد المكونات اللي عندي. كيما راكم تشوفوا هنايا هاوليك التحضيرات تاعنا تاع الثوم واجده، ريحتها تهبل ما شاء الله. تحتاجوها في هذا رمضان، ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تسيوها وتعجبكم. الى هنا وصلنا نهايه الفيديو. نقول لكم استناوني في الفيديوهات الجايه. صحه رمضانكم وصحه فطوركم، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.